وبعد، ها نحن على هذه التربة السوداء نحاول أن نتسرول من الصراوي. والصراوي في اللغة اللاتينية القديمة هي النداءات أو المدائح العالية التي تأتي من الفوق. هل يمكننا أن نتحدث عن النظرية إلا من الفوق؟ هل يمكن بناء نظرية من الأسفل كما يقول أصحاب دراسة التابع؟ كيف يمكننا أن نتحدث داخل النظرية ونحن موصوفون بأننا لا يمكننا أن نمارس التفكير؟ لأن من كان خارج التاريخ فهو خارج النظرية وفق التقرير الماركسي الشهير. مع أن الذين يقولون عن ماركس لم يفهموا ماركس حينما تحدث عن الجنوبيين من أنهم لا يحسنون أن يمثلوا أنفسهم. يبدو لي أن هناك كفاية تفسيرية للأطروحة الماركسية، بل إن الذين قرأوا ماركس في الضاحية الجنوبية لم يفهموا ماركس جيدا، لأن ماركس كان يريد أن يتحدث عن كيف يمكن إثناء الإقطاع الكلاسيكي لإنجاز إقطاع حداثي جديد يتماشى والمجتمعات الحديثة. يبدو أنني سأنطلق من مقولة أو مقدمة تأسيسية أن وضع الجزائر في التاريخ وضعا استثنائيا. هذا ليس كلامي وإنما كلام أدونيس حينما قال أن التاريخ النضال الوحيد في التاريخ هو النضال الجزائري، وهذا ليس كلامي. نعم التاريخ النضالي، لا التاريخ النضالي. أنا أعرف ما أقول. أنا كتبت كتابا من 500 صفحة، المقاومة والنظرية، وسيصدر لي في دار خيال كتابين. الكتاب الأول بعنوان الجزائر وتاريخ الوضع السردي، والكتاب الثاني التقطيع الثقافي للسرديات الجزائرية. أن الجزائر وضعها داخل التاريخ وضع استثنائي. سأنقل إليكم 3 مقاطع مقطوعتان من كتاب الثقافة والإمبريالية لإدوارد سعيد، ومقطوعة من كتاب النية وأصالية لمولود قاسم نايب القاسم. أرجو أن تستوضحوا الإشكال الذي أريد أن أطرحه عليكم، لأننا نحن كجزائريين لم نحسن وضع أنفسنا في التاريخ، ولم نحسن التعبير عن أنفسنا، بل استغرقتنا الإمبراطوريات واستغرقتنا الإمارات مختلفة في التاريخ، وأذهلتنا عن توضيح ثقافتنا وتوضيح وضعنا، مع أن وضعنا كان وضعا مهيمنا على غيره. لكننا كجزائريين لا نحسن الحديث جيدا عن أنفسنا. نحن نحسن الصمت، نصمت حينما يتحدث الآخرين. هذا ليس من قلة في العبقرية، وإنما من كثرة في التواضع، لأن الذي يتواضع هو الذي لا يتكلم في حضرة الآخرين. انظروا ماذا قال إدوارد سعيد. قال: هناك نظرية ثالثة تضاف إلى 2 مشهورتين عن نشأة الرواية وتاريخها، ويعتبر انتشار الرواية الملازم لانتشار الإمبريالية وفكرة الإمبراطورية طريقة تجل أن تقارن بنظرة باخت وإيان واط. بمعنى أن إدوارد سعيد استرخص واستمهل نظرية باخت وإيان واط ليقدم للعالم نظرية ثالثة في نشأة الرواية، هذه التي لم ينتبه إليها الكثير، واكتفوا بوصف هذا الكتاب. المقولة الثانية:
من يستطيع في الهند أو الجزائر، ما كاين زوج بلدان، كاين زوج بلاد في العالم التي هي أساس النظرية الثالثة للرواية، الهند في الغرب الشرق والجزائر في الغرب الإسلامي. من يستطيع في الهند أو في الجزائر أن يعزل بثقة المكون البريطاني أو الفرنسي عن الوقائع الراهنة؟ ومن في بريطانيا وفرنسا يستطيع أن يرسم دائرة واضحة حول لندن البريطانية أو باريس الفرنسية بوسعها أن تقصي وضع الهند أو الجزائر وتأثيرهما على هاتين المدينتين الإمبراطوريتين. المقولة الثالثة والتي أرتكز عليها وأتوكأ عليها في تخريجي لهذه الأطروحة التي أريد أن أعبر عنها، يقول نايف القاسم ناقلا عن عثمان الكعاك، هذا المؤرخ التونسي الشهير، ويقول كثير من المؤرخين أن الطريقة القصصية القديمة على طريقة لفابل التي قد قلدها فيما بعد فيدر وعبد الله بن المقفع ولافونتين إنهم أخذوها عن طريق الجزائر من إرثيوبا. مؤرخ من كعاد، هذا كعادة كثيرة. سأنطلق من هذه التوصيفات الثلاثة لأدخل إلى داخل النظرية. سأقاتل كل الكائنات الفكرية التي تموضعت داخل النظرية لتوصفنا على أنه لا يمكن أن نكتب نظرية في التاريخ مع أن ملامحها واضحة. كيف يمكننا من داخل وضعية النضال أن نقدم نظرية تختلف تماما في نشأة الرواية وتبريرها، تختلف تماما عما قدمه لوكاتش وإيان ماركس. يقول لوكاتش بأن الرواية ملحمة برجوازية، صح ولا لا؟ كيف لمثلي أن يقدر الزمن وأنا أحاول أن أفلسف المسألة الجزائرية وأنا في عمقي وفي عضدي هذا الملتقى. مصطفى الأشرف في كتابه الجزائر الدولة والأمة، ومغنية الأزرق لمن يعرفها، كتبت كتاب نشوء الطبقات في الجزائر، وهذين الكتابين دللا بما لا يدع مجال للشك أن ما يسمى الطبقة البرجوازية أو البرجوازية المحلية فككها الاستعمار في التاريخ، وبالتالي لا يمكن أن نبرر نشوء الرواية في تاريخنا الوطني من داخل مقولة البرجوازية. سنسحب ببساطة من هنا. إذن ما الذي يبرر نشوء الرواية داخل وضعنا التاريخي؟ أولا أنا استشكلت ثلاث مسائل. هناك سرديات تراكمت على جغرافيتنا وتنتمي إلى ما نسميه الجزائر، ولكنها كتبت مراحل تاريخية قبل أن تتأسس في شكلها الجغرافي. فقدمت إطارا نظريا واسعا من أن النصوص التي كتبت على هذه الجغرافيا موصوفة بثلاث توصيفات. هناك نصوص غلب فيها الثقافي على الجغرافي لعدم حصول الكفاية الجغرافية في التاريخ، إما أن تكون تلك الحواضر الأدبية قد تبعت جغرافيات قديمة، وإما أنها لم تحصل الجغرافيا التي عليها الجزائر اليوم. هل هذه النصوص داخلة فيما نسميه النصية الجزائرية الجامعة أم أنها خارجة عنها؟ ماش خارج. لا نقدم الأجوبة بنعم أو لا. النعم واللا كما قال ابن عربي ليست فلسفة العقل النافذ إلى العبارة. علينا أن نفكر جيدا. هناك غلبة الثقافة على التاريخ، ومن هذه النصوص
بعض النصوص التي كتبها بعض الفرنكوفونيين أو بعض المفرنسين في الجزائر ويتبعون ما يسمى في العشرينيات بالزالجيريانيست في 21، وقد تحدث عنهم عبد الكريم الخطيبي كما تحدث عنهم لفيف، مثل نصوص البركامي، وتمجد الجغرافي لكنها تتبع ثقافي آخر، ثقافي فرنسي، وهي نصوص شاردة وقوادة في التاريخ. وهناك غلبة الجغرافي على التاريخ، مثل نص الحمار الذهبي للوكيوس أبوليوس أو نص السيرة الهلالية. ولقد تشكل في هذا الوضع النظري نصين من داخل مقولتين، إما أن تكون الشكل السردي هو الشكل الأبولوجي كما وضحه لوكيوس أبوليوس في الحمار الذهبي، وإما أن يكون الشكل الرحلي كما وضحته التغريبة الهلالية. وهناك المساواة بين ما هو ثقافي وما هو جغرافي، وهو حاصل الرواية التي كتبها الأصلاني. أقول الأصلاني ولا أقول الأهلاني؟ لأن الأهلاني تحمل طابعا تبخيسيا للنزوع الوطني، كما بين نايف بالقاسم في كتابه النية وأصلية. الأصلاني هو الذي يرسخ في الثقافة الوطنية ويقدم الثقافة في بعديها الميميتي والبسيتي كما تحدث عنها موريكير في سوا ميم كوم ان نوتر. هذا الترميم قد يقول قائل أن الأستاذ يكور حجرة يصعد بها إلى جبل وقد تسقط عليه، لكن أن نفكر خير من أن نبقى نحصد في الفراغ، لأن الفراغ لا يحصد إلى الخراب. لذلك أتصور أن النصية التي تكونت في التاريخ الوطني هي نصية فريدة. ولقد بين أبو العدود من أن فرويد الذي بنى نظرية التحليل النفسي إنما سلقها من نصية الأبولوجيا، من النصية الأبولوجيا لأمور إبسيشي التي سبقت نصية لوكيوس أبوليوس الحمار الذهبي. لا يمكننا أن نبرر الوضع الأسطولوجي للنظرية داخل فكرة الصراع كما تحدث عنها لوكاتش أو هيجل أو غيرهم من الفلاسفة، لأن الوحدة العضوية لمسألة الصراع التاريخي في وضعنا الأمومي كما حدده مالك بن نبي في كتابه وجهة الإسلام العالم الإسلامي، وكما حددها الفيلسوف التونسي فتحي بن سلامة في كتابه الإسلام والتحليل النفسي، من أنه لا يمكن أن نبرر وضعية التناحر في تاريخنا العربي الإسلامي داخل وضعية الصراع الأوديبي، وإنما نحددها داخل وضعية الصراع الأخوي، عقدة الأخوية كما وضحها فتحي بن سلامة، وضعية الأخوية التي تجعل دائما الأخ عدو لأخيه. لذلك السردية الوطنية سردية تكمن داخل هذه المسألة. علينا أن نجد الكفاية النظرية لنبرر به وجود هذه السردية التاريخية. هذا الذي أشتغل عليه منذ سنوات طويلة، ولقد قدمت هذه الموسوعة لوزارة الثقافة، ولكن للأسف الشديد لم يطبعوا هذا الكتاب ولم يطبعوا هذا التصور. لعله في قابل الزمان أن يجد هذا التوصيف وهذا الاشتغال أيادي متكثرة وآذان متسمعة من أجل أن نلتف حول الوضع الجزائري لنقدم الجزائر تقديما جماليا. بعد أن كتبنا التاريخ وكتبنا النصوص علينا أن نجعل الجزائر تغرق في الجماليات، لأن هذا هو التخريج الأمثل الذي نحلم به. وأعيد الكلمة للسيد الرئيس. شكرا جزيلا الأستاذ